السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. والنهاردة موضوع حلقتنا إزاي تقدم طلب لكاب كات عشان تبقى من صناع القوالب في كاب كات. إنك أنت يكون عندك أفكار، أنت شخص مبدع اتعلمت كاب كات، فعاوز بقى إنك أنت تصنع قوالب وتخلي الناس كمان تستخدمها. ففي طريقة رسمية هنقول لك عليها في الفيديو النهاردة. فمن غير ما أطول عليك، يا ريت قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة تعمل لايك للفيديو، كومنت، وكمان تشترك في القناة. ويلا بينا نبدأ موضوعنا النهاردة. الموضوع مش هياخد معانا دقيقتين عشان نقدم طلب لكاب كات عشان يخلينا نصنع قوالب ونخلي الناس تستخدمها على تطبيق التيك توك. كلنا طبعا لما بنفتح التيك توك بنلاحظ إن في علامة كده بتظهر فوق صناع المحتوى في الفيديو بتاعهم، اللي هي استخدام القالب ده أو يوز تمبلت. فإزاي إن إحنا نخلي العلامة دي تظهر ولكن من قالب يكون أنا اللي صنعه بشكل سهل وبسيط؟ هتبتدي إنك أنت تجيب أي فيديو من الفيديوهات دي وهتدوس على كلمة استخدام القالب ده، ولكن إحنا مش هنستخدم القالب. هنلاحظ من فوق علامة باللون الأزرق أو البنفسجي، هنبتدي إن إحنا ندوس عليها. ومن هنا إنك أنت بتقدم طلب لكاب كات عشان يبتدي إن هو يوافق على إنك أنت تكون من صناع القوالب على الكاب كات، أو تكون من صناع المحتوى يعني. ولكن الحاجات دي ليها شروط. في البداية أنت بتسجل بيانات بسيطة زي مثلا اسمك، إيميلك، رقم تليفونك، تاريخ ميلادك. ولكن في شرط مهم لازم إنك أنت تكون عارف، مش أي حد بيكون صانع محتوى على كاب كات. لازم أنت فعلا تكون عندك الموهبة دي. فهو بيطلب منك إنك تقدم له 3 فيديوهات من صنعك أنت. يعني مثلا تكون أنت عامل فعلا فيديوهات وصانعها، تحط فيها تأثيرات، تحط فيها بقى الإفكتات والحاجات اللي أنت كل حاجة أنت عاملها، وتبتدي إنك أنت تقدم ال3 فيديوهات دي. طيب هقدمها إزاي؟ يا إما الفيديو ده يكون عندك على الموبايل، فتبتدي إنك أنت ترفعه عادي من الملفات عندك، أو مثلا تكون أنت مثلا رافع الفيديو ده على التيك توك، مثلا بتجذب بيه متابعين أيا كان، فتبتدي إنك أنت تجيب اللينك بتاعه وتبتدي إنك أنت تضيفه. هو ده الشرط الوحيد اللي أنت محتاجه. كل اللي عليك بقى إنك أنت نصيحة ليك إنك أنت ترفع فيديوهات جودتها تكون عالية. يفضل كمان إن هي تكون من تأليفك أنت. يفضل كمان إن هي تكون فيها تأثيرات كتيرة، تكون فعلا فيديو جامد أنت محتاج إنك أنت تقدمه عشان تنجح في الحاجة دي. وبعد كده هتبتدي إنك أنت تقدم الطلب ده، ودي أول خطوة معاه. هيبتدي إن هو هيرد علينا بعد كام يوم، وأنا لسه مقدم الطلب زيكم. فأنا لما يبتدي يجيلي الرد برضه هبتدي أرد عليك في فيديو أقول لك بقى إيه الخطوات اللي هتتم بعد كده، وشكل الصفحة اللي هتظهر لي، وكل الحاجات اللي أنت ممكن تتخيلها إن شاء الله. أتمنى تكون الخطوة دي عجبتكم، امشي عليها، وإن شاء الله لما يجيلي الرد نبتدي نمشي على خطوات تانية. استنى الجزء التاني. أنا أخوك يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.